جات لي رسالة من أحد المتابعين بيقول لي استلمت العقار وشغلته بنظام بيوت العطلات، سألته في منطقة إيه؟ قال لي في جي بي سي، لكن ما بيحصلش في الفلوس أكتر من نظام الإيجار العادي، وبيقول لي ترى إيه السبب؟ أشغل العقار بتاعي بنظام بيوت العطلات صح ولا غلط؟ انتوا ايه رأيكم؟ اكتبوا لي في التعليقات قبل ما اشرح لكم الموضوع. بيوت العطلات إذا لو مش هتكون في أماكن سياحية وكمان تكون كلاس A ملهاش داعي، مش هيكون قرار صح، لان الطلب على العقارات اللي في المناطق البعيدة زي المناطق كلاس بي وكلاس سي بيكون اقل جدا مقارنة بالمناطق السياحية والكلاس A. اذا حابب بعد ما تشتري العقار بتاعك انك تستخدمه بنظام بيوت العطلات، لازم تختار مكان يكون جاذب للسياح، مش مكان يكون جاذب للسكان العاديين والموظفين والعمال، عشان تعرف تعمل منه أرباح. لكن في طريقة تانية، إذا اشتريت في أماكن سكنية مش سياحية وتعمل أرباح عالية تمام زي بيوت العطلات، هي إنك تأجر مفروش ودافع شهري على 12 شيك. بالطريقة دي هتعمل عوائد عالية تماما مقارنة بنظام بيوت العطلات، كأنك تستخدمه بالظبط كبيوت عطلات هوليداي هومز. اذا محتاج اي مساعده او استفسار اتصل على الارقام، ومتترددش انك تبعت لي على الواتساب. اعمل لايك وفولو عشان تشوف كل الحلقات الجديده. مع السلامه.